إذا كان جواز المتعة منتشر عند الشيعة في إيران والعراق، فأحب أقول لكم إن هو موجود عندنا هنا في مصر، بس اسمه الجواز السياحي. بدي أسألك سؤال بسيط معلم. اتفضل. هلا نحن بسوريا دخلنا بفتنه جديده، فتنه الدروز، فهو الدروز منين اجى معتقدهم؟ بشرح لي انه هيك ملخصه يعني. ملخص الدروز اساسا هم اسماعيليه، يعني هم في الاصل شيعه. يعني سبحان الله الشيعه دول اصل البلاوي، يعني هو فرقة منحدرة من الإسماعيلية، ولكن ليسوا على منهج الإسماعيلية. اخترعوا اختراعات ويقول لك نحن الموحدون، لا عندهم صلاة، لا عندهم صيام. وكل دي الأشياء، الصيام والصلاة والآخر كلها رموز. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وليست على حقيقة، يعني ليس كما يفعلها نحن المسلمون، الله المستعان. فالدروز أساسا أهل كفر، وبعدين هم أساسا منغلقين على نفسهم، يعني ما بيتجوزوا من بره، يعني الدرزي يتجوز درزية، يعني هم كلهم منغلقين على بعضهم. طيب هن بيعزموا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وبيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وشرف وعظم وامنن وأنعم وجد وزد وتفضل وبارك بجلالك مولانا وجمالك وبهاء عز جود كرمك وعظيم سلطانك على أشرف الأنبياء والأمم سيد العرب والعجم وإمام مكة وزمزم والمدينة والحرم، من تشرف به اللواء والعلم، منبع الفيض والفضل والجود والحكم، سيد الأنام ومصباح الظلام ورسول الله الملك العلام وخاتم الأنبياء والرسل الكرام نبينا محمد، اللهم زده شرفا وكرما ورفعة ومهابة وإجلالا وتعظيما وعلوا وفضلا. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا صحابة رسول الله أجمعين. رحم الله من نظر فاعتبر وأمر فأتمر وزجر فازدجر، ولمثل هذا الحق المبين انتظر.
انظروا واعتبروا يا أولي الألباب، إن الحكم لله الواحد الوهاب. معكم جنازة شيخ مسلم مؤمن تقي من أهل الشهادة والإيمان والحقيقة والبرهان مندرج. مقام النبي هابيل يا عم هابيل ولا قبيل، هو كل واحد. عمر رضي الله عنه مصاب بداء في دبره، لوطي يعني يلاط به، لا يهدأ إلا بماء. واحد بيتمسح في الإسلام فياخد قطعة من الإسلام أو جزء من الإسلام ويعمله ديانة أخرى.